بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة مصريون تي في، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناتنا مصريون تي في. النهارده أنا طالع بصراحة يا جماعة ومبسوط جدا وكل أمل في الجيل اللي جاي وفي جيل ذو الهمم في ظل الجهود السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجميع أجهزة الدولة في الاهتمام بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة. نجح فريق ذو الهمم للاحتياجات الخاصة بمركز شباب امبابة بحصد 7 ميداليات ذهب في لعبة الكاراتيه في بطولة الجمهورية، والتي أقيمت باستاد القاهرة بالصالة المكشوفة بقيادة مدرب كبير عظيم وهو الكابتن صاحب الاسم الرنان الكابتن عماد الدين، مدرب فريق الكاراتيه بمركز شباب امبابة ومدرب فريق ذو الهمم الاحتياجات الخاصة. وقام المحترم أيمن عبد الحميد أمين الصندوق بمركز شباب امبابة بتكريم اللاعبين ذو الهمم للرفع من الروح والمعنوية ليهم داخل مكتب مجلس الإدارة. طبعا احنا دلوقتي هسيبكم لمدة نص دقيقة أو دقيقة نتفرج على الفيديو وعلى فرحة أبنائنا ذو الهمم مع المدرب بتاعتهم عاملة ازاي، ونرجع لكم تاني بعد متابعة الفيديو الجميل اللي هيسعد القلوب. لقاء مع أبطال امبابة لذوي الاحتياجات الخاصة اللي حصلوا على الميدالية الذهبية لبطولة الجمهورية للكاراتيه. أبطال ذو الهمم زي ما احنا شايفين يا جماعة، ال7 ميداليات 7 ذهب لأبطال الجيزة، 25 ميدالية ذهب. وأكيد ورا المجهود ده كله مدرب ناجح، مدرب يوصل بفريق ذو الهمم ل 25 ميدالية ذهب، أكيد المدرب ناجح وهو الكابتن عماد الدين مدرب الكاراتيه في امبابة. الله أكبر عليه وألف ألف مبروك لفريق الكاراتيه، وشرفتونا ونورتونا ورفعتوا اسم امبابة، فريق محترم ومدرب محترم. نقول للكابتن عماد شكرا. بعد طبعا ما شاهدنا الفيديو الجميل دوت وشفنا الفرحة اللي فرحتنا كلنا وفرحت اي حد ان يكون عندنا ذو همم واحتياجات خاصة وبالفرحة ديت وياخدوا ميداليات ذهب، 7 ميداليات ذهب حققوهم على مستوى الجمهورية في لعبة الكاراتيه. طبعا تهانينا لجميع فرق الجمهورية من ذوي الاحتياجات الخاصة ذو الهمم، وتمنياتنا قناة مصريين تي في خاصة والشعب المصري عامة في المزيد من التقدم وحصد الميداليات الذهبية والدولية في العديد من الألعاب والبطولات لذوي الهمم. صدقوني أنا عملت الحلقة دي وأنا فرحان جدا، أنا مبسوط جدا 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 بالفرحة اللي شفتها على ذوي الهمم امبارح وعلى الميداليات وفرحتهم بالميداليات وفرحة أهاليهم بيهم وفرحتنا كلنا بيهم، ويا رب كل التوفيق ليهم. وقبل ما اختم حلقتي، مبروك 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 فريق ذو الهمم بمركز شباب امبابة، مبروك لمجلس الإدارة، مبروك للمدرب العظيم صاحب الاسم الرنان الكابتن عماد الدين مدرب الكاراتيه بمركز شباب امبابة. ونهاية الحلقة بقول لكم ما تنسوش دعمكم لقناة مصريون تي في، لأن احنا بيكم بنكبر وبيكم بنوصل الصوت. ربنا يخليكم لينا، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.